بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقيت درس 58 من دروس الفقه المالكي. درس عدان نبضد إلى موضوع النسب. موضوع النسب مثلا موضوع إسعاطاس الإشكالات. إسعاطاس الإشكالات الفقهية والقانونية والواقعية. لذلك نحاول نفيا كل حقيس إن شاء الله. فمزواروث الشرع يناد باللي من حقوق الإنسان حقه في النسب، يعني كل مذان يساغي زرفان يسا حقوق. من هذه الحقوق يسا الحقيس باش ديفان وثيلان لافيلياسيون ديفان وثيلان الدين الفلاني ذميس الفلاني الفلان تقى ينسب إلى والديه، هذا حق شرعي معتبر وأمر جبلي فطري. يزمريون أذيلي ذوجي المثل المولانيس عادي في صبر ربي. كاين اللي يموت باباه ويماه ولكن نسبه معلوم، ما عندوش والدين صح يتيم ولكن نسبه معلوم، وهذا هو الأساس، أن يعلم وأن يعرف النسب. أكايث مثلا هذا من جهة. من جهة ثانية الشريعة الإسلامية تحرم نكران النسب. حرام في الشريعة واحد ينكر النسب نتاعو، لا ينكره هو لا ينكره والديه. حتى دي فوا كي يتزعفوا الوالدين مع الأولاد ولا يقول انت نقطعك من لي فريد فامي، يقول هذا الكلام من الكلام المرفوض. هذا من الكلام الذي لا يقبله لا شرع ولا طبع سليم. ما عندوش الحق يقول لوليده ولا البنت ولا يقول نقطع هذيك الورقة نحك من لي فريد فامي. هذا كله كلام غير صحيح. ولكن الغضب جنون كما يقال، زعاف يسوض يسمو أمو مسلوف أمو مهبول، يقول أي كلام. هذا الكلام غير مرفوض. لذلك يحرم نكران النسب. لذلك موضوع النسب عنده قواعد كبيرة في الشريعة الإسلامية، ولا بد من الاعتراف به، ويمنع نكرانه ويثبت النسب. النوع الأول اللي هو الزواج الصحيح، هو السبب الرئيس للاعتراف بالنسب. والحمد لله الزواج تعرفوه كاع، الخطوف كاع، الخطبة، الفاتحة، العقد الشرعي، روح البلدية ولا عند النوتير الموثق اللي هو العقد المدني الإداري، كل شيء واضح. الأولاد اللي يجيو ينسبون إلى والديهما باين، والنسبة إلى الوالدين تتبع النسبة إلى الأجداد عادي. الشجرة تكمل شجرة العائلة. هذا هو موضوع النسب، هو موضوع خطير. ما نتصوروش بالأمر بسيط أو صعب جدا، في تجاوزات خطيرة. السبب الأول هو الزواج الصحيح بأركانه وشروط صحته. نفتح قوس. بالنسبة للزواج اللي ماهوش موثق، ما إلا يون يزوجك ذيوث ولكن سلفاتحة ورخذي من راه العقد إيوا كامي، هو زواج صحيح ولكنه غير موثق فقط. زيه أطاس مثلا جوجا ورعقيد نارا سان الدريا، ولكن الدريا توسن
ذي ثاد دارت غير ثمثين تميوسان الغاشي الفلاني ثميس الفلاني بلا لي فيريت فامية عاشن بلا لي فيريت فامي بلا لاك دو مارياج بلا والو سورتو زيك تفضح حوايجنا واش يدير بها لي فيريت فامي اصلا واش يدير بالكواغط هو فلاح ولادو فلاحين خلاص ما يحتاجش كواط اصلا مفهوم وتكمل الدعوه ولكن ما هو الحل؟ الحل سهل مادام كاين الزواج بالفاتحه الشرعيه ذي الفاتحه اذ الشرع إذ الصح ماذا الكاغض يسهل ميم لو مارياج اللي يكون بعد الزواج بعد 30 سنه سهل يتسجل في البلديه ولكن بارفوا دو جوستيس عن طريق القضاء عن طريق المحكمه كيفاش يكون نرجعوا للقانون تاع الجزائر قانون 411 المعدل المتمم الماده 22 الارتيكل 22 واش تقول تنص على الاتي اللي ماشي مسجل الزواج نتاعو الا بعد مده واش يدير عريضه يرفعها لا جوستيس المحكمه المختصه اقليميا في التريطوار وين يسكن واش يقول ثم بلي يقول انا تزوجت بفلانه الشهر كذا سنه كذا في 1970 مثلا قبل 40 سنه ولا وكاين الشهود ولازم يدير شهاده الميلاد نتاعو شهاده الميلاد نتاع المراه الزوجه يخرج واحد الكاغط من البلديه اسمه شهاده عدم تسجيل عقد الزواج ويزيد يجيب الشهود والشهود يدور ديكلاراسيون سي لونور هذا خدمن تصريح شرفي واش يقولوا فيه يقول انا ولا نحن كما داروا في الصيغه اشهد باللي حضرت الفاتحه بين فلان وفلانه في سنه كذا وكذا اذا قدر يذكر الشهر يكون احسن من بعد القاضي عنده سلطه التحقيق كما انه عنده يشوف غير الوثائق وخلاص واش يدير القاضي يصدر حكمه لمن لرئيس البلديه رئيس المجلس الشعبي البلدي يأمره النوردر يقول سجل عقد الزواج بين فلان وفلانه يحدد التاريخ تاريخ الاثر الرجعي اذا كان عندهم اولاد يكتبهم وقد نتج عن هذا الزواج فلان طفل زاد في تاريخ كذا وكذا الطفله زاد في كذا وكذا يكون 1 2 3 4 وكي يخرج الجوجمون يخرج بكل شيء هذه لا بروسيدور هذا هو الاجراء القانوني ما حبيش نطول فيه كاين امور اخرى في القانون اكتفي بالامور الاساسيه لكم سمعتوها طيب هذا عقد الزواج اسمه في القانون اسمه عقد زواج مغفل ما معنى ماشي مغفل المعنى عقد الزواج ماشي مسجل هذا ما كان وتأتي المادة 22 هي اللي تقولنا لا بروسيدور الإجراء كيف فهمنا يلا ولكن في النهاية هو زواج صحيح حنا اللي يهمنا أن السبب الأول لثبوت النسب هو الزواج الصحيح الذي توفرت أركانه وشروط صحته فريناه نروح للسبب الثاني ما هو ثبوت النسب عن طريق التلقيح الاصطناعي الرجل مع المرأة متزوجين ما رزقهمش ربي كي شافوا الأطباء قالوا لهم لازم يكون التلقيح الاصطناعي تشوفوا لا كلينيك الاطباء وكذا سبيطار ديروا هذا التلقيح الاصطناعي بلا ما نشرح التفاصيل هي معلومه
ولكن الشروط هي الأساس. الشروط هي الأساس. الشرط الأول لازم يكون عقد زواج صحيح بين الزوجين. الشرط مزيان. إلى قذيل إلى عقد يرقى تمطوط عقد صحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يتم هذا التلقيح في رحم الزوجة وليس في رحم امرأة أخرى. إذن كاين شرط آخر نتاع التلقيح الاصطناعي، يجب أن يتم التلقيح حال حياة الزوجين. إذن ذكرنا الزواج الصحيح، ذكرنا التلقيح الاصطناعي، ذكروا أسباب أخرى هكذا. السبب الثالث هو زواج الشبهة. قد يثبت النسب بزواج الشبهة. إذا تزوج الرجل امرأة على فرض حلها ثم ظهر بأنها لا تحل له وقد كانت حاملا وأنجبت، هذا النسب يثبت لأنه فيه الشبهة، فيها شبهة الحل. ممكن أعطيه مثل، لو كان واحد يتزوج واحدة وبعدين يبان باللي راه يختو من الرضاعة، يقول تماس تذكر يماس، يا إما نتساف تضر يماس نتسان أو نتساي تضر يماس نتساف ناغ الشركيثن تمطوط تظنر غورسيسي. واش يدير؟ لا عقد يحبس، ولكن يثبت النسب لأنه الأولاد براء لا علاقة لهم بالموضوع. على لازم الناس تسقسي. كي يجي واحد يخطب وحده لازم يسقسي، يقول لها يما حبيت نخطب فلانة، يما كاش ما رضعتيها ولا لازم يسقسيو. وكاين نساء في الأعراس وفي الجنائز يرضعوا برك. والتحريم بالرضاع تحريم مؤبد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مع انتهى تحريم ربي سبحانه قال وأخواتكم من الرضاعة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة. الأخت من الرضاعة والتماس. لذلك اللي قد تقسين الموضوع كي محزن جدا. علاه؟ كاين ناس ما يسقسيوش، كي يزيد عندهم ذراري أبريبان دعوازي راهي وكيفاش يديروا. كي نقول لك خلاص سي بون درك خلاص عندنا ذنك علاش ما تكملش الحياة الزوجية تحبس داين ولتماك داين، ولكن النسب يثبت. هذه شريعة كبيرة بزاف. يا سعدنا اللي عندنا شريعة أعطت لنا كل شيء فكيغ كل شيء شرعيث. ذاك الهفد ما تستقسين فين على نفوض أما ذا قشيشك تظن ريماس نتقشيش ثما تقشيش إيمي تظن ريماس بقشيش أما في الشركيثن يوثن تيمات يوثن تصوتيثن. والرضاع الذي تثبت بالحرمة هو ما كان في الحولين، ما كان في الحولين يعني ذي العامل مزورة وين الحليب المرأة اللي هو غذاء أساسي، غذاء أساس للطفل. ولكن الرضاع اللي تم بعد عامين لا يعتد به، لا تثبت به الحرمة. زيد في الفقه المالكي عندنا في المالكية تثبت الحرمة ولو برضعة واحدة أنعمه. والسادة المالكية كانوا في غاية الاحتياط. قال ربي سبحانه قال وأخواتكم من الرضاعة، يعني سواء نرضع وحده ولا أكثر. عند غيرنا كاين اللي يوسع، عند الحنابلة مثلا 3 رضعات متفرقات مشبعات، وعند الشافعية قال 5 رضعات متفرقات مشبعات. يمكن الرجوع إلى الاختلاف الفقهي في مجال الإفتاء، ما يسمى بفقه الحالة، قد نستعين ولا حرج في ذلك.
ولا سيما أن من أصول المذهب المالكي أصل كبير اسمه مراعاة الخلاف، نجد فسحة للترخيص بالرجوع إلى المنظومة الفقهية. وكاين طريقة أخرى لثبوت النسب، ثبوت النسب بالبينة. البينة هذه احنا بلا بروف. كاين شهادة القابلات لي ساج فام، كاين شهادة الطبيبة والطبيبة المشرفة على التوليد، كاين شهادة المستشفى، هذه هي البينات. طيب كاين حاجة أخرى، طريقة أخرى اللي هي ثبوت النسب عن طريق الإقرار. ثبوت النسب عن طريق الإقرار وش معناتها؟ الإقرار كما قلت صارت فتنة، حرب، فيضان، زلزال، ضاع طفل، روح يا زمان جي يا زمان، بعد 10 سنين 12 سنة ولا يخرج اخبار باللي هذاك الطفل نتاع العائلة الفلانية، يجيو الوالدين يعترفوا به، هذا اسمه الإقرار، ولكن عنده شروط. إقرار بالبنوة، الشرط الأول أن يكون الطفل المراد الإقرار به أو كذا أن يكون المقر له مجهول النسب، شرط الأساس. خاطر يتشابهوا ذراري، ممكن تجي المرأة مع زوجها تقول هذا الطفل نتاعي، وحكمته كاش ما تقول لها نتاعي، ماشي كل طفل يشبه غتديه، لا لازم يكون مجهول النسب. إذا كان معلوم النسب لا يمكن إثبات النسب عن طريق الإقرار. إلا قال لي الشرط الأساس، إلا قال لي وقروذ منين سمحت لي ساري مولان وتوسناري مولانيس، هو الصحيح مسفهم. الشرط الأول. الشرط الثاني لازم يكون هذا الطفل ممن يولد لهما شرعا وعرفا وعقلا، ماشي الوالدين عندهم 30 سنة والطفل عنده 21 سنة أو كيفه، صافي كي زاد عندك الطفل هذا كان عندك 9 سنين أنت بابا، مكاينش منها. زيد كاين شرط آخر، لازم يولد وإن كان هذا الشرط في جميع الحالات، يجب أن يولد المولود بين أقل مدة الحمل وأقصى مدة الحمل، وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه في سورة الأحقاف الآية، ربي سبحانه في سورة الأحقاف الآية 15 قال وحمله وفصاله 30 شهرا. إذن مدة الحمل والفصام 30 شهر، فريناها. زيد نروح لسورة لقمان الآية 14 وفصاله في عامين، خطر هذه نربطها بهذه، معناه الفوق حمل فصال، الآية 15 من سورة الأحقاف. أما سورة لقمان الآية 14 لم تذكر مدة الحمل، ذكرت مدة الفصال وفصاله في عامين. صافي بقات هذيك الخانة تاع الحمل 30 ناقص 24 يساوي 6. والآية اللي تأكد هي الآية ذكرها الشيخ اللي هي الآية 233 من سورة البقرة. الشرط أن يولد الولد بين أقل مدة الحمل وأقصاها. عرفنا المدة الدنيا هي 6 أشهر طبقا للآيات التي أشرنا إليها، سورة لقمان الآية 14، سورة الأحقاف الآية 15، سورة البقرة الآية 233. لدين زي لدين نقارنها بالآية 6 حتى الآية 9 من سورة
شكون قالها؟ آيات نتاع اللعان وين جايه؟ شكرا. من الآية السادسة الآية التاسعة. الشريعة تنص على اللعان لنفي النسب. هل يمكن نفي النسب عن طريق الأديان؟ ولا الأديان تصح في الإثبات ولا يمكن أن تكون دليلا في النفي، أو العكس تكون دليلا في النفي لا في الإثبات؟ خدمة كبيرة داخل، مازال فيها الميديسين، فيها القرايا، فيها الشريعة، فيها القانون، فيها بزاف أمور. هذه كلها عندها علاقة بموضوع النسب. لذلك الإقرار بالبنوة هو إقرار بنسب حقيقي لولد مجهول النسب، لازم يكون مجهول النسب، هذا شرط. ولكن التبني عملية استلحاق، والاستلحاق إما ينصرف إلى مجهول النسب أو إلى معلوم النسب، لأنه تبني أدوبسيون. زيد، لماذا الشريعة أباحت هذا ومنعت هذاك؟ لأن الإقرار هو من أسباب إثبات النسب الكاشفة ماشي المنشئة. الإقرار لا ينشئ نسبا، يكشف عن نسب، فهو سبب كاشف وليس سببا منشئا. دخلها، شفتوا في المقدمة أشرت هذاك التقسيم، أما بعد خليته باش نسهل الأمور. كاين خدمة كبيرة داخل. زيد، التبني حرام، ولكن دركم كثير الناس يقول لك والله غير ادوبتيت واحد الفلاني، ادوبتي الفلاني، يدقر ادوبتي كذا حرام. ينيد تكفلت به كفالة، الركوي ليغال كفالة. لذلك الشريعة حرمت التبني لعدة مفاسد. من هذه المفاسد أن التبني فيه كذب وافتراء، هذا رقم واحد. رقم اثنين، قد يتخذ التبني طريقة كيدية لحرمان الورثة الشرعيين من الميراث. واحد ما عندوش دراري ولا عنده غير البنات، يقول لك انا صافي كي نموت يورثوني خاوتي ولا يورثوني عمومي، ما نخلي لهمش، نجيب الطفل نديرو في ليفري دو فامي، سي بون لافير كلاسي. الحيل، بنادم واعر يدير حيل. قد يتخذ التبني وسيلة كيدية لحرمان الورثة الشرعيين من الميراث. ثلاثة، أن التبني يؤدي إلى اختلاط الأنساب. أربعة، يؤدي التبني إلى تحميل تبعات لغير الكافل بغير مسوغ شرعي. واحد يجيب الطفل ويتبناه وبعدين يموت هذاك المتبني، ويخلي المتبنى شكون يتكفل به؟ شكون يعيشه؟ خوه ولا باباه اللي يقول كان خاطيني. وزيد، كاين مشاكل كبار في الموضوع هذا. ممكن واحد يتبنى، عنده طفله وتبنى طفل، كي يكبر الطفل هذا يحب يتزوج بنتك، واش دير له؟ تقول له وليدي حرام؟ لا ماشي حرام، اذا كان منعته فقد حرمت حلالا. ولا يجوز تحريم الحلال، الشيء حلال، ولكن بمنطقة التبني ممنوع. بمنطقة الكفالة يجوز، هو قادر تجيبه نسيبك. بمنطقة الكفالة الشريعة منعت باب التبني خاطر مش مليح، اتصل زين كونفينيون، اتصل المضرة ساعة غلقاته. أما الكفالة فتحت باب الكفالة. الكفالة عندها كل إيجابيات وما عندهاش سلبيات. هذا باختصار. للحديث بقية إن شاء الله.